باب القول للمحسن أحسنت فقد رأيت بهذه المناسبة لتوجه بالشكر الامتنان إلى صحفي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الأستاذ كريم بوسالم الذي نشط يوم السبت 22 جوان 2019. القايد صالح في خطاب أمام عدد هائل من العسكر بما فيهم جنرالات، عقداء، ضباط إلى آخره، شكر كريم بوسالم، وهذه غير مسبوقة. لم يسبق لي فيما نعرف وفيما هو معلن أن قائد عسكري رأس البلاد، وفي 2019 قايد صالح كان الحاكم المطلق، يشكر صحفي. طبعا في وقتها أنا علقت عليها وكنا عارفين لماذا هذا، لكن خلينا نذكر بها لأن ربما راهي مرت الآن أكثر من 6 سنين على هذا الحديث. هذا الحديث ممكن كان في نهاية جوان 2019 تاع قايد صالح. هما كاين زوج نقاط. واحدة النقطة مش حنتكلم عليها لأنها جانب أخلاقي، لكن النقطة اللي تهمني هي واللي حنتكلم عليها هي بسرعة، يعني هي لماذا القايد صالح يذكر صحفي في التلفزيون؟ في الحقيقة عنده علاقة خاصة به، ولكن أهم العلاقة هذه العلاقة الخاصة جعلت كريم بوسالم يصبح رئيس التحرير في التلفزيون بسرعة، يعني وهو الذي أخبر السكرتير الخاص تاع القايد صالح بأن السعيد بوتفليقة أرسل في 1 أفريل 2019 قرار ممضي على أساس أنه ممضي من عبد العزيز بوتفليقة. هو كله السعيد اللي دايره من عبد العزيز كما قلنا، كان مريض. قرار ممضي من بوتفليقة لطرد القايد صالح، الإطاحة به، وإعلان بوتفليقة انتخابات رئاسية مسبقة. يومها قرر أنه لأنه خرج قايد صالح في 26 مارس من ورقلة، قال نطبقوا المادة 102. المادة 102 كانت آنذاك، أو قال لا، المادة 88 عفوا، لأن أصبحت فيما بعد المادة 102. 88 هي أنه الرئيس إذا مرض ممكن تتم إزاحته بأسباب صحية، وكانت هناك مادة تسمى المادة 88 في الدستور. فيومها لما خرجوا قالها بعد الضغط على الحراك، بعد كم الحراك انطلق في 22 فبراير وهذا الكلام في 26 مارس، بعد حوالي 33 يوم. لما قالها القيامة قامت عند السعيد والوزراء ويحيى واللي كانوا مرتبطين مع نظام بوتفليقة، اللي نعرفوا هذا انقلاب. فقرروا السعيد ومن معه من المستشارين، وكان عنده واحد خرج أيضا قال باللي الرئيس سيدلي بشيء مهم مكتوب، وهذا الشيء المكتوب كان رسالة موقعة من عبد العزيز بوتفليقة يعلن فيها تنحيه عن الرئاسة والمضي في انتخابات رئاسية مسبقة مع إزاحة القايد صالح وتعيين ضابط آخر. أعتقد اللي كان مش عارف الضابط اللي كانوا باش يعينوه، لكن كانوا أعلنوا بأن هناك ضابط آخر سيكون مكان القايد صالح لفترة مؤقتة حتى تجرى الانتخابات. اللي خبر القايد صالح هو كريم بوسالم، هذا اللي كانت عنده علاقة خاصة به. القايد صالح أيضا قبل هذا القرار كان عنده شكوك، فكان حط قوات خاصة من الدرك. الإخوان الحركيين يتذكروا الآن لما مر الدرك في ساحة أودان، في واش يسموه في التينال، وكانوا الناس ظانين باللي القايد صالح يريد أن يبدأ القمع، لأنهم شافوا سيارات خاصة تاع الدرك، أعتقد كان اسمهم الغوسب إلى ذاكرتي جيدة، كان اسمهم الغوسب. المهم قوات خاصة تابعة أو DSE، قوات خاصة تابعة للدرك. وكانت هذه القوات في الحقيقة تنتشر، شافوها الناس بداية من يوم 24 أو 23 مارس، يعني أسبوع قبل أن يتخذ قايد صالح قرار الإطاحة بوتفليقة، أعتقد الغوسب يعني. فالناس كانوا ظنوا، بعض الناس حتى خافوا باللي ممكن يبدأ رصاص.
هي كانت لا، القوات الخاصة تاع الدرك كانت وضعت فيما يسمى بالفيري امبورتنت بوين سونسيبل، المناطق الحساسة جدا داخل العاصمة، منها التلفزيون وباقي التلفزيونات الخاصة أيضا، وضعوا لهم كل واحد داروا له 5 أو 6 منهم، ولكن خاصة التلفزيون الرسمي وأماكن أخرى، أماكن أخرى خاصة، البنك المركزي، الفنادق 5 نجوم، مقر الجيش إلى آخره، يعني واحد 20 أو 25 مكان. لأن القايد صالح كان متوقع أن يقع عليه انقلاب، أن السعيد يسارع إلى الإطاحة به، واحد منهم يطيح بالآخر. تقريبا رانا في هذا الوضع، ليش جبت لكم أنا هذا؟ رانا تقريبا في هذا الوضع مع شنقريحة. شنقريحة ماهوش مش بعث قوات خاصة كما دار القايد صالح، القايد صالح كان هو الحاكم يومها. شنقريحة الآن مازال كاين تبون رسميا هو الرئيس، لكنه راه واضع داخل كل المؤسسات عناصر من المخابرات الداخلية والعسكرية من دي سياسة ومن دي جياسي، داخل كل المؤسسات المهمة، وعلى رأسها تلفزيون. وما فيش شيء الآن يمر من تلفزيون إذا ما يأشرش عليه، يعطي الفيزا تاعو الكولونيل اللي راه في التلفزيون. وفي مناطق أخرى كاين اللي موجودين برتبة كوموندون، كاين ليتنون كولونيل، كاين كولونيل، من جهتين، دي السياسة ودي جياسي، لأنه يخاف أن الدي جياسي مثلا الآن تاع الجنرال حسن تتآمر عليه، أو يخاف أن دي السياسة تاع الجريبي تتآمر عليه، فحطهم زوج، واحد يعس واحد، وفي زوج يعسوا المراكز الحساسة، خاصة التلفزيونات والبنك وبعض الفنادق 5 نجوم إلى آخره، لأنه يخشى في أي وقت الإطاحة به. وهذا هو الموضوع اللي إن شاء الله اللي حنتكلموا عليه، إما غدا إذا جيت في حديث السيارة، أو الجمعة نتوسعوا فيه. ولماذا الآن يتزايد الحديث داخل الصالونات، داخل اللقاءات نتاع كبار القوم عسكريين ومدنيين، من أنه يجب التخلص من قايد صالح لأنه دخلهم في حيط. من باب القول للمحسن أحسنت فقد رأيت بهذه المناسبة لتوجه بالشكر الامتنان إلى صحفي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الأستاذ كريم بوسالم، الذي نشط يوم السبت 22 جوان 2019. القايد صالح في خطاب أمام عدد هائل من العسكر بما فيهم جنرالات، عقداء، ضباط إلى آخره، شكر كريم بوسالم، وهذه غير مسبوقة، لم يسبق لي فيما نعرف وفيما هو معلن أن قائد عسكري رأس البلاد، وفي 2019 قايد صالح كان الحاكم المطلق، يشكر صحفي. طبعا في وقتها أنا علقت عليها وكنا عارفين لماذا هذا، لكن خلينا نذكر بها، لأن ربما راهي مرت الآن أكثر من 6 سنين على هذا الحديث. هذا الحديث ممكن كان في نهاية جوان 2019 تاع قايد صالح. هما كاين 2 نقاط. واحدة النقطة مش حنتكلم عليها لأنها جانب أخلاقي، لكن النقطة اللي تهمني هي واللي حنتكلم عليها هي بسرعة، يعني هي لماذا القايد صالح يذكر صحفي في التلفزيون؟ في الحقيقة عنده علاقة خاصة به، ولكن أهم العلاقة هذه العلاقة الخاصة جعلت كريم بوسالم يصبح رئيس التحرير في التلفزيون بسرعة، يعني وهو الذي أخبر السكرتير الخاص تاع القايد صالح بأن السعيد بوتفليقة أرسل في 1 أفريل 2019 قرار ممضي، على أساس أنه ممضي من عبد العزيز بوتفليقة، هو كله السعيد اللي دايرون، عبد العزيز كما قلنا كان مريض. قرار ممضي على اسم ممضي من بوتفليقة لطرد القايد صالح، الإطاحة به، وإعلان بوتفليقة انتخابات رئاسية مسبقة. يومها قرر أنه لأنه
خرج قايد صالح في 26 مارس من ورقلة، قال نطبقوا المادة 102. المادة 102 كانت آنذاك، أو قال لا، المادة 88 عفوا، لأن أصبحت فيما بعد المادة 102. 88 هي أنه